السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية أتكلم عن الأطفال ونكدهم. العيال بينكدوا إذا كان ولد أو بنت، بالذات هم الأطفال صغيرين. تلاقي العيل من دول ما بيبطلش عياط، ومن غير أي أسباب مش بيبطل عياط وما بيسكتش. ف بقول إن أنا أجيب الطفل، أحطه في حجري، أحطه في حضني، أحط إيدي اليمين على دماغه، وأقرأ الفاتحة وبداية سورة البقرة وآية الكرسي والآيتين الأخرى من سورة البقرة، سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، اللهم اكفنا شر خلقك واشغلهم في أنفسهم، بسم الله أركي نفسي وأولادي وأحبابي وأهلي وأخواتي من كل شيء يؤذينا، من كل ذي نفس أو عين، ومن كل داء يؤذينا، ومن كل شقاء يشقينا، ومن كل ساحر أو عين حاسد، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ناظر إذا نظر تحصنت. يا الله، اللهم إني أستودعك نفسي ومن أحب. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب اهديهم واصلح حالهم، يا رب ابعدنا عنهم أي أذى، يا رب اكفيهم شر أذية الإنسان. الإنسان بقى أقوى من أي شيء، عينه بقت فظيعة. اللهم احفظنا واحفظكم واحفظ كل شبابنا وبناتنا وأولادنا يا رب. يا رب احفظهم من كل سوء، يا رب اشفي كل مريض، اللهم امين. يا رب اشفي كل ساحر، كل مسحور، وانتقم من كل ساحر يا رب. يا رب انتقم من كل ساحر يا رب. احفظهم بحفظك وارعاهم بعينك التي لا تنام يا رب. يا رب اهدينا ولادنا وشبابنا وبناتنا واطفالنا ونسواننا ورجالتنا يا رب، اللهم امين. اهديهم واصلح حالهم، اهديهم واصلح حالهم يا قادر يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم.